بعد كده بنشوف الين وهو قاعد بيجري وبيكون هربان من حد، وبيطلع الحد ده هو كيفن. المهم بيدخلوا في قتال مع بعض، بس في الاخر كيفن بيكسب وبيمتص قوه الين لنفسه. وبعد ما كان هيقضي عليه بيجي بين وبيواجهه وبيقعدوا يتقاتلوا مع بعض، وكيفن بيكون عايز يخلص على الين بس بين بيقف قدامه. وفي الاخر كيفن بيمشي والين بيحكي لبين على اللي حصل مع البلامرز التانيين. بعد كده بين وجوين بيكونوا قاعدين يتخانقوا، وبين عايز يقضي على كيفن بس جوين عايزه تنقذه وتساعده. وفي الاخر جوين بتحاول توقف بين، بس بيتحول لكروما ستون وبيحرر نفسه، وبتكون كل هجمات جوين مش بتاثر فيه، فبتستعمل كتاب السحر بتاعها وبتقدر توقفه. فبين بيتحول لتيراس بين وبيطيرها، ولكنها بتوقفه برضه. بعد كده بتحول لان ار جي وبيغرقها بالحمم، بس هي بتحمي نفسها. وبين بيتحول لنانو ميك وهي بتقفل عليه الكتاب، بس هو بيجيب من الاخر وبيتحول لويبك وبيضربها بالشعاع وبيفقدها الوعي، وبيقول لها انه هيقضي على كيفن عشان البشريه. بعد كده بين بيكون ماسك الفرسان غسيل ومكوى وبيكون عايز يعرف مكان كيفن، وجوين بتروح لجدها عشان تحكي له، ولكنه بيقول لها ان بين صح وان مصلحه البشريه اهم والمفروض انها تبعد عن الموضوع ده. بس هي برضه مش بتستسلم، وفعلا بتروح لدارك ستار عشان تطلب مساعدته، وفي المقابل هتديله طاقه مانا تكفيه لمده سنه عشان يفضل بشكله الشاب. بعد كده ماكس بيتصل على بين وبيعرفه انه معاه في قراره في القضاء على كيفن، بس هل ده فعلا قراره؟ وبيقول له كمان ان هو طول عمره بيدي للناس فرصه تانية، وان كيفن وهو صغير كان مختل بس هو ما فقدش الامل فيه. فبين بيقول له انه فعلا كده، بس هو خلاص كبر وان اللي فيه كيفن ده هو مسؤول عنه، عشان كده هو هيعمل الصح. بعد كده بيروح لفولكانوس وبيكسر عظمه، وبيكون عايز يعرف مكان كيفن وبيقعد يضرب فيه لحد ما بيكسر له الدرع بتاعه، بس فولكانوس بيهرب منه، لكن بين بيمسكه برضه وبيكون هيخلص عليه، لكن جوين بتوقفه في اخر لحظه وبيقول لها انه هيلاقي كيفن مهما حصل. فمايكل بيجي وبيقول له انه يقدر يساعده يلاقيه بما انه ازموسي زيه، وجوين بتحاول تقنعه انه الوحيد اللي يقدر يساعد كيفن. ومايكل بيكون معاه جهاز بيقدر يمتص القوه، بس هو اتكسر بسبب اللي حصل معاهم في اخر مره، وبيكون عندهم خطه عشان يقدروا يشغلوه تاني. بعد كده كيفن بيكون مستخبي في محل العاب مهجور، ولكن جوين بتروح له وبتحاول تتكلم معاه، بس كيفن مش بيقدر يمسك نفسه وبيهجم عليها، وجوين بتحاول تدافع عن نفسها، وكيفن بيكون عمال يولع في المكان وهي بتقعد تجري منه. وفي الاخر جوين بتستخدم كتاب السحر بتاعها، وبعد ما كيفن بيكتفها جوين بتستدعي جنود شارم كاستر عشان يساعدوها، بس كيفن بيمتص السحر بتاعه، والغريبه انه بيقدر يستخدم طاقتها ضدها، وفي الاخر بيهزمها بقوه الصوت بتاعت ايكو ايكو وبيقعد يمتص في قوتها.